كل تفاصيل تحديث الخميس، أحداث، هدايا وباكات. تعالى نعرف كل حاجة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس. اللايك الجميل بتاعك. النهاردة جاي أقول لك كل تفاصيل تحديث الخميس، أحداث، هدايا وباكات. هنعرف كل حاجة مع بعض. كل ما عليك إن أنت تدوس لايك وتشترك في القناة، ويلا بينا نخش على الأحداث مع بعض. طبعا الأحداث معروفين، يعني هم حدثين اللي بينزلوا كل خميس. الحدث الخاص بالفتحة المجانية بتاع نجوم الأسبوع، والحدث التاني بتاع ال50 كوينز المعتاد. يعني مفيش أحداث بتنزل، هما الحدثين دول اللي معروفين واللي اعتدنا عليهم من كونامي. طبعا النهارده هنعرف باك نجوم الأسبوع. هستعرض لك كل اللعيبة اللي اتألقت. كل اللعيبة اللي أنا أقولها لك دي لعيبة منتشرة جدا في التسريبات، وكل التوقعات بتقول اللعيبة دي نازلة لأن هي اللعيبة دي اللي اتألقت. نبدأ بأول واحد، هو نص الملعب اللي أنت شايفه قدامك ده. الراجل معرفش منتخب إيه أصلا، هيبقى معاك 90 93 في التشكيلة. متوقع ينزل معانا. عندك الحارس بتاع مقدونيا، الراجل ده تألق جدا مع المنتخب بتاعه، متوقع ينزل. عندك برضه الواد نورماند بتاع منتخب اسبانيا، الراجل ده ممكن ينزل في السي بي او في الدي ام اف لانه لعب في المركزين. عندك كلاوس بتاع فرنسا، باك ممتاز جدا، متألق جدا مع المنتخب. عندك ستيفن دي فراي يا صاحبي، المدافع الهولندي بتاع انتر ميلان، الراجل متألق جدا مع المنتخب. عندك برضه الواد هودا او حودة بتاع اليابان، متوقع ينزل معانا برضه. عندك كيزا برضو، الراجل بيفرق جدا مع منتخب ايطاليا يا جدعان، فمتوقع ينزل. عندك برضو لويس دياز، يعني الراجل نجم منتخب كولومبيا، طبعا متألق معهم جدا، فمتوقع ينزل معانا، وبل هو نازل اكيد طبعا. عندك برضو لوكاكو مسجل 4 اهداف مع بلجيكا، متوقع ينزل. هو نازل يعني رسمي اكيد. عندك سوبوسلاي يا صاحبي زي ما شفناه مع بعض، الراجل متألق جدا مع المجر، مسجل هدفين ومتوقع ينزل معانا. عندك برضو هاري كين، ولكن هاري كين ما رجحوش قوي. عندك برضو اروخو يا جدعان، متألق جدا مع الاوروجواي. وبما اننا رحنا على الاوروجواي يا صاحبي، عندك برضو داروين نونيز يا صاحبي، منفجر مع منتخب الاوروجواي، عامل اداءات عالميه، متألق جدا. يعني متوقع برضو ينزل معانا في باك نجوم الاسبوع، سواء هو او اروخو هتبقى نسخه جامده جدا يا جدعان في الار بي، يبقى ار بي مدافع. عندك برضو رونالدو متوقع ينزل له كارت في صناعه اللعب، وده غريبة يا جدعان. يعني رونالدو عارفين ان هو مهاجم او ال دبليو اف، انما حتة صناعة اللعبة دي زي مبابي طبعا. الاسبوع اللي فات ما نزلوه صانع لعب. فرونالدو برضه متوقع، التوقعات كلها بتقول ان هو ممكن ينزل في صناعة اللعب. دي كل اللعيبة اللي اتألقت معانا. يعني اظن ان يا جدعان برضه من منتخب البرتغال، طبعا ده الباك اللي قدامك يا صاحبي. كنت هقول لك ان انا امبابي برضه يا جدعان متوقع ينزل معانا زي ما قلت لك، الراجل مسجل 4 اهداف مع فرنسا، متوقع ينزل معانا برضه. امبابي اعتدنا على امبابي كل اسبوع. عندك دييجو كوستا، كنت لسه هكلمك عليه يا صاحبي لما قلت لك رونالدو البرتغال، فدييجو كوستا برضه ممكن ينزل معانا، لان رونالدو يعني مش عارف، هو مظلوم جدا برضه. عندك برضه يا جدعان الواد فيران توريس بتاع اسبانيا، الراجل ده متألق جدا برضه. عندك ماير بقى، والواد اللي بيه التركي ده جامد جدا. عندك برضه يا جدعان كفار السخيليا يا جدعان بتاع منتخب جورجيا، الراجل ده متألق جدا ومظلوم جدا يا جدعان من اللعبة، مش عارف ما بينزلش ليه. يعني الراجل عامل اداءات ممتازة جدا مع المنتخب بتاعه، متوقع برضه ينزل معانا. يعني اظن ان هو ده الباك يا جدعان نازل معانا. يعني قلت لك كل حاجة. اكتب لي توقعاتك في الكومنتات، لايك واشتراك، محتاج اي حاجة اكتبها لي في الكومنتات. وسلام يا اخوي.